السلام عليكم. قررت محكمة أكادير إدانة أشهر متسولة في المغرب، والتي انفجرت قضيتها بعد القبض عليها من طرف الشرطة القضائية، وهي تتسول بالقرب من أحد المساجد المعروفة. وقضت المحكمة الابتدائية بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر في حق المتسولة المذكورة، بموازاة الحكم عليها بغرامة مالية كذلك. وبررت هيئة الحكم قرارها بكون المتهمة تتوفر على وضع اقتصادي ومالي يمكنها من العيش في أفضل الظروف، ورغم ذلك تمتهن التسول. للإشارة، فالمحكومة تمتلك فيلتين فاخرتين بالإضافة إلى سيارة فارهة وحساب بنكي ضخم. لكن المفاجأة تمثلت في كون المتهمة المتسولة تحمل الجنسية البلجيكية إلى جانب جنسيتها المغربية الأصلية.